السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. علي محمد علي المعلق المصري الذي اغضب الشعب المغربي في تعليقه على مباراه المغرب وتونس النهارده مفاجاه. النهارده بيعتذر، وانا شايف ان ده اعتذار، وهنشوف الشعب المغربي هيقبلوا اعتذاره ولا لا. النهارده عمل تصرف انا زي ما بيقولوا كده اقول شابوه لعلي محمد علي، ولكن انت الله اعلم هل التصرف اللي انت عملته ده النهارده علشان تم استبعادك من تعليق ولا مباراه في دور ربع النهائي، علشان كده بدات الاعتذار بعد الحمله القويه اللي عملتها الجماهير المغربيه. ولكن النهارده ومش عايزين ننسى ان مليون مبروك للمنتخب المغربي، مليون مبروك انتصار النهارده في الوقت القاتل بدل الضايع في الاكسترا تايم، وفاز 1-0 على منتخب سيراليون القوي العنيد بمجاملات التحكيميه باعمار السن، قولوا زي ما انتوا عايزين. ولكن المنتخب المغربي قدر انه يفوز، قدر انه يصعد لنصف النهائي كاس الامم الافريقيه، قدر انه يصعد الى كاس العالم. وطبعا على الوجه الاخر مباراه المنتخب المصري مع المنتخب الغاني، المباراه اللي المنتخب المصري صعبها على نفسه زي ما بيقولوا، كان متقدم 2-0 في الشوط الاول، ولكن في الوقت بدل الضايع في احداث الشوط الاول قدر المنتخب الغاني يعود ثم عاد، وكان ممكن ان يفوز ويكسي المنتخب المصري بعد الهديه الثمينه اللي اعطاه له المنتخب المغربي بفوزه على المنتخب التونسي 3-1. وما كانش في وقتها عاجب المعلق المصري علي محمد علي. مليون مبروك. ولكن علي محمد علي النهارده بينزل وبيقول الف شكر والف مليون مبروك لشباب مصر وشباب المغرب على صعودهم إلى كأس العالم للشباب في تشيلي 2025، وقال مبروك للشعب المغربي وعمل شعار المملكة المغربية، ومبروك للشعب المصري وعمل شعار هوية مصر العربية. وزي ما بيقولوا كده أنا بعتذر، أنا كنت غلطان، أنا كنت مش فاهم أصلا، ولكن مع احترامي الكامل أنت كنت معين للقاء ديربي شمال أفريقي عربي ما بين تونس وما بين المغرب، كان يفوز اللي يفوز. كنت المفروض انت كمعلق مصري محايد للقناه معيناك على اساس انك هجمه هنا تعلق وتنفعل معاها، هجمه هنا جون هنا جون هنا، ولكن انحيازك الكامل ده اغضب الشعب المغربي واغضبنا احنا شخصيا، لان احنا عارفين حبنا وعلاقتنا الوطيده مع المملكه المغربيه عامله ازاي. ولكن وسؤالي اللي كالعاده، مصر صعدت وانتم عارفين بشق الانفس، المغرب صعدت بجدارة واستحقاق، والمغرب جابت حق مصر بفوزها على سيراليون اللي كانت كسبانة مصر 4-1. هي المغرب هتعمل ايه مع مصر؟ كل التعليقات المصرية خايفين، الشعب المصري كله خايف من ان المغرب يقسى على مصر. اخر مباراة كانت 6، واللي قبلها كان 5، واللي قبلها كان 2، واللي قبلها مش عارف ايه، فوز في بطولة افريقيا، ولما قعدنا نتكلم نقول ده كوسه ومش عارف ايه، وقعونا في اولمبياد باريس 6-0. يا ترى هل هيتم تكرار الفوز للمنتخب المغربي وكنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا؟ وانا اتوقع هيبقى حشد جماهيري اقوى، لان ايضا الديربي المصري المغربي بقى ليه طابع خاص. وطبعا الاعلام المصري بيتكلم احنا صعدنا كاس العالم، وده التارجت اللي احنا كنا عاملينه للمنتخب المصري. طب وكاس الامم الافريقيه ما بقتش هدف للمنتخب المصري انك تصعد وتفوز بالمباراه النهائيه، انك ما تاخدش البطوله ده عادي؟ ولا عشان تم الصدام مع المنتخب المغربي؟ سعيد جدا بفوز بلدي منتخب مصر، سعيد جدا بفوز بلد الثاني المنتخب المغربي وصعودهم الى كاس العالم سويا في تشيلي. وطبعا يعني توفيق من علي محمد علي انه يطلع وقت فرحه يعتذر ويتودد للشعب المغربي ايضا. ولكن هل هيتم قبول الشعب المغربي والجمهور المغربي لعلي محمد علي بعد انحيازه الكامل؟ وطبعا كلنا كنا عارفين ان السبب كان معلق مباراة المنتخب المصري على المنتخب المغربي والهزيمة 6-0. هنشوف ردود الافعال المغربيه، وانا اتوقع الشعب المغربي طيب ولكن ما بقاش يسيب حقه، وده من شأن الكبار. بشكركم شكرا جزيلا. ديما مغرب وتحيا مصر، وربنا يستر المغاربه بعدها ما يقولوش والله بنحبكم يا مصريين ويكونوا اسفين علينا بالخمسه والسته. بشكركم شكرا جزيلا. اللي وصل معايا هنا يعمل لايك، يعمل بارتاج. سلام.